السلام عليكم. كده كده يا زمالك الدوري في الجزيرة عامل فيها بطل وانت بتاع بليلة. هي دي هتافات النادي الاهلي النهاردة بعد تعادل الزمالك مع المحل. كده الوضع رجع لطبيعته، يعني ده الوضع الطبيعي اللي احنا كلنا كأهلاوية وكزملكاوية متعودين عليه. طبعا النهاردة بنبارك للنادي الاهلي فوزه على كهربة اسماعيلية 4 اهداف. كان نفسي الاهلي يجيب جونين كمان او ما يخشش فيه جوان عشان كان يبقى الاول، بس مش مشكلة معلش، احنا سابقين بماتش. الزمالك طبعا، وانا والله قلتها امبارح في الفيديو، الناس اللي شافت الفيديو وتابعته، قلت بكره المحله هتكسب او هتتعادل مع الزمالك، والاهلي هيكسب هيركب الزمالك، وده الوضع الطبيعي وهو ده اللي حصل. الحمد لله يا رب، الواحد برضو يعني بيفهم كوره. طبعا النهارده الاهلي كسب، الزمالك اتعادل كالمعتاد الطبيعي يعني، واتغلب مننا الحمد لله. فاصبح دلوقتي ان ده الوضع الطبيعي بقى. من قيمة شهر كان في حالة بقى، الواحد بقى ما كانش مش عارف يقول عليها حالة ايه بالظبط، حالة جنان، حالة هستيريا من جماهير الزمالك، واحنا مش شايفينكو واحنا مش عارف ايه. تعالى بقى دلوقتي انا بقى مش شايفك، انا اللي مش شايفك بقى خلاص. ماشي، ولسه ده لسه بقى وادي دجلة لو كسب بكرة وبيراميدز لما يكسب، هتروح انت بقى في المكان الطبيعي بتاعك بقى اللي هو خامس سادس بتاع الكلام ده. قعدنا نقول يا جماعة اصبروا علينا، يا جماعة انتوا، لا يا باشا انا مش شايفك، ده انت ال15، هو انت فين؟ ده انت هتنافس على الهبوط، ده انت مش عارف ايه. تعالى انت بقى وريني انت فين دلوقتي، تعالى وريني انت فين. هو ده الفرق اللي بين الاهلي والزمالك، احنا عارفين فرقتنا كويس، انتوا فرحتوا بماتشين، واديكوا اهو يعني الله اعلم بقى مصيركم هيبقى ايه دلوقتي. الفرقة كلها خلاص دلوقتي عرفت مقامكم وعرفت قوتكم، فهتشتغل. النهارده تعادلوا مع المحله، والحمد لله الاهلي كسب. والجماهير اللي كانت بتقول فيريرا ونيك فيريرا والكلام الفاضي ده، النهارده بتهتف ببقها ان المدرب يمشي. ارحل يا فيريرا، ارحل. يعني في مقطع كده دلوقتي، او هجيب لكم انا المقطع دوت على الشاشه. طبعا السنه اتخرست، وكل واحد عرف مقامه، وكل واحد عرف نفسه ايه، وكل واحد رجع لوضعه الطبيعي، والفيران دخلت في قحارها تاني، ويا ريت بقى ما نتكلمش. وطبعا تحية كبيرة للنادي الأهلي وجمهوره. وفي اختصار كده في آخر 10 ثواني، بشكر كل المتابعين والمشاهدين اللي بيشاهدوا الفيديوهات، بتمنى انها تكون عجباكم، وبشكر الناس اللي اشتركت الفترة اللي فاتت، وألف ألف شكر.